تقدم الآن كردوس العمليات الخاصة الفرقة الذهبية، إنهم أبطال قوات مكافحة الإرهاب، إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب. هذا الجهاز الذي وضع نصب عينيه أمن العراق وسلامة أبنائه، عبر عن ذلك بتبني الاستراتيجية العراقية الوطنية لمكافحة الإرهاب، مبادئها تعزيز قدرات الدولة وإمكانياتها في كل مفاصل الحياة وتوفير الحرية لكل العراقيين. هذه خيولك قرص الشمس مهبطها، أصائل ما لوت أعناقها لجم. يا موطنا ما ذوى من مجده فنن، فيك الشباب وفي أعدائك الهرم. تحلو السماء إذا بان الصقور بها، فرسان جيش والسماء ميدانها. أمامكم أيها العراقيون هذه الجموع الشبابية المخلصة، والقائد العام للقوات المسلحة العراقية دولة رئيس الوزراء يحيي رجال الجيش بعيدهم الأغر. أن استخدام السمكيات بالتعاون مع قيادة طيران الجيش دليل واضح على قدرة قوات مكافحة الإرهاب في استثمار قوة هذه الطائرات من حيث التدريب والاستثمار التقني والعملياتي، حيث تم تحوير هذه الطائرات بقدرات عراقية لتتناسب مع المهمات القتالية لتنفيذ العمليات الخاصة بمختلف الظروف، وهو مؤشر على تطور القدرات العالية لمقاتلي الأجهزة التدريبية والقتالية. تحية إلى صقور الجو، تحية إلى فرسان طيران الجيش، تحية لجيشنا الباسل، تحية للشعب في عيد الجيش، وتحية للجيش في عيد الشعب. يا وطنا خالدا في فؤاد السنين، ويا نجما يتألق في سماء المخلصين، عشناك عيدا منذ الصغر وما زلت فينا عيدا أغر، ففي جبين الشمس وضعناك وفي عيون الصابرين حملناك. عجلات الهمت لجهاز مكافحة الإرهاب تمر الآن من أمام منصة التحية في رحاب هذا العيد الأغر. إنها الفرقة الذهبية، رمز البسالة والإقدام، رمز عنفوان العراق وبلسم عيون أطفال وأمهات الوطن الحبيب، المدافعون عن كرامة وأمن العراقيين الذين لا يخشون في مواجهة الباطل لومة لائم. إنهم الذين ترتعد من صولاتهم فرائص المجرمين والقتلة. إنهم نخبة النخبة الذين شهدت لهم كل ساحات القتال مع الإرهاب والإرهابيين أينما حلوا وأينما وجدوا. يخشاهم كل من في قلبه مرض وحقد على أطفال العراق ونسائه وشيوخه وشبابه، ويفرح بهم الأبرار.